لهم خلف الباب الرئيسي، وعند دخولهم لهذه الغرفة ضرب الطلاب باب الغرفة بزجاجة مولوتوف، أشعلوا النار فيها بما داخلها من أفراد الأمن. زجاجة مولوتوف داخل الجامعة؟ داخل الجامعة. بما فيها من أفراد الأمن، فأجبر أفراد الأمن المتواجدين بالداخل على الخروج خوفا من الاختناق من النار والدخان السائر. قابلهم الطلاب بالأخشاب والحجارة، مما أحدث إصابات عديدة بين أفراد الأمن، إصابات خطيرة بين أفراد الأمن الذين تعرضوا للضرب من الطلاب، ونقل بعضهم إلى المستشفيات القريبة من خلال سيارات الإسعاف التي حضرت للجامعة، والبعض الآخر يختبئ الآن داخل ما بين الكليات من الطلاب خوفا من الاعتداء مرة أخرى. الاعتداء من قبل الطلاب المتظاهرين. من قبل الطلاب المتظاهرين، يعني اختلط الأمر الآن. يعني أنا مش فاهمة الجزئية دي. هو الطلاب بيختبئوا من مين؟ وهل هم طلاب إخوان ولا الأمن الإداري المختبئ من الطلاب، مش العكس. الأمن الإداري هو اللي مختبئ من الطلاب؟ هو المختبئ من الطلاب، والطلاب هم كانوا في الأول طلاب إخوان، لكن دلوقتي اختلط الأمر ودخل بلطجية بينهم. ده منشط هزلي، يعني قوات الأمن الإداري هي اللي مختبئة من طلاب الإخوان داخل الجامعة. تمام. وفي ظهر بين الطلاب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء ومطاوي أسلحة بيضاء ومطاوي داخل الجامعة وزجاجات مولوتوف. ماذا بعد؟ اتفضل. المتواجد الآن هدوء نسبي بين الطلاب وأفراد الأمن بعد فعل ما يريدونه كما يقولون. فالأمر حاليا هادئ نسبة ما لما كان صباح اليوم يعني. طيب، أنا بشكرك أستاذ وائل ربيعي من جريدة اليوم السابع على وصفك لي والتشخيص اللي قدمته لنا للاشتباكات في جامعة القاهرة. دكتور